نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ فلاح، حياك الله. حياك الله يا شيخ. شيخنا يعني عندي سؤال يا شيخ. تفضل. يوجد الآن بعض الأشخاص ينشرون على الإنترنت أن الشيخ ربيع يقول أن الشيخ رسلان متأثر بالصوفية والأشاعرة، هل هذا صحيح؟ هذا كذب يا شيخ، هذا كذب، ما نعرف هذا أبدا. أقول ما نعرف هذا. وين قال الشيخ ربيع هذا الكلام؟ هم ينقلونه كلام في منتدى كل السلفيين. الناقل من؟ هو من تلامذة الحلبي. هل الحلبي مأمون في نقله عن الشيخ ربيع؟ لا يا شيخ. الحمد لله. لا يا شيخ. يا أخوان الأمور بينة، الأمور واضحة، الأمور بينة. هذا الحلبي يريد أن يستعدي الناس كلهم على الشيخ ربيع. نعم. تعرف الغريق مثل ما يقولوا يعني يتشبث بكل شيء. هو ليس بمأمون فيما ينقل. ولا هل أنت سمعت من صوت الشيخ ربيع؟ لا يا شيخ، ولذلك سألتك أنت يعني. أبدا، لا 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 أبدا والله. أنا قبل تقريبا سنة وقليل، سنتين تقريبا. نعم. لما دعينا الشيخ رسلان عندنا في الكويت. نعم. وكان في مجموعة كبيرة جدا يحاولون التأثير على الشيخ ربيع. ويقول لي هو يقول جاءوني عدة مرات. وش اسمه واحد قال له إبراهيم، مدري وش اسمه. نعم. تعرفه؟ محمد إبراهيم المصري. نعم. محمد إبراهيم، مدري إبراهيم. نعم. نعم. قال يا شيخ كل مرة يأتوني بأوراق إنه هذه إحنا طلعناها من كلام رسلان. والأوراق أنا وراني إياها الشيخ الأوراق. قال شوف كثيرة جدا، قال هذه كلها أوراقهم. نعم. لكن يقول لي ما قرأت منها حرفا واحدا. نعم. يقول والذي استوقفني بعد رحمة الله جل وعلا أنهم وكل مرة يقول معهم شريط، بس يريدون كلمة مني. نعم. في هذا الرجل أنا ما أعرفه. نعم. يقول لكن اللي استوقفني أنه في آخر مرة قالوا ترى تلميذك فلان فلاح إسماعيل في الكويت داعي عنده وهو الآن ضيفه في الكويت. نعم. يلقي المحاضرات. نعم. يقول قلت الحمد لله، إذن أنا أتوقف عن القراءة وعن الكلام حتى يأتي فلاح إسماعيل. نعم. وقدر الله بعدها يمكن بشهر أو كذا أنا كنت عنده، فأخذني وراني الأوراق وقال عتوني عدة مرات يريدون التسجيل. قلت له الرجل شيخ سلفي فاضل، له جهود وله كلام في الإخوان المسلمين وفي الحزبيين، والكل يعاديه صغيرهم كبيرهم. وقلت له أيضا استشهدت له بشيخنا الشيخ سعد الحصين حفظه الله. الشيخ سعد كان ضيفا عندنا مع الشيخ رسلان. قلت والله يا شيخ كل ما دخل عليه ولا التقينا على غدا ولا عشاء يقول لي جزاك الله خير جمعتني مع هذا الرجل. ويقول للشيخ رسلان والله تذكرني بأحمد بن حنبل. الله أكبر. في زهده قال الشيخ سعد. قلت له أبدا هذا الشيخ سعد وهذا أنت تعرف ويتصل بك دائما كأسأله. نعم. أبدا تق على الشيخ سعد واستوثق من يا شيخ الرجل. ما الحمد لله ما شيخنا معروف أنه يتثبت. وبعدين علي ما يقبل منه هذا الكلام. طيب الله يبارك. علي ما يقبل، خصم علي خصم اليوم للشيخ، نصب نفسه يعني مخاصما للشيخ. والله قلنا له يا شيخ روح للشيخ واجلس مع الشيخ ونجي معك للشيخ، تجلسون تنتهي الأمور والمشاكل. ما يريد. طيب. لا ما يصلح الكلام هذا يا شيخ. طيب شيخنا يعني الشيخ رسلان على ثغرة والآن يهددونه بالقتل الإخوان المسلمين. وإحنا نجي نقول مثل هذا الكلام في تصوف. والله ما رأينا. نعم الرجل من أزهد من رأينا. ولذلك كان الشيخ يقول له تذكرني بأحمد بن حنبل. يعني في زهده، في ثيابه، في جلوسه، في تواضعه، في طعامه، في والله لا يأكل إلا لقيمات يا شيخ. الله أكبر. عاش معنا 15 يوم في الكويت، هكذا رأيناه. الحمد لله. يعني وين هو التصوف؟ لا الحمد لله على السنة وعلى السلفية. نسأل الله أن يثبتنا وإياه وإياكم. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يباركنا وإياكم يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.